اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى وأطعم جبنة تلاجة. هنعملها بمقادير سهلة وبسيطة، وبحوالي كيلو لبن من الحليب هيطلع لنا ما شاء الله كيلو من الجبنة التلاجة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الجبنة التلاجة الأمار بتاعتنا دي ازاي. أنا معايا حوالي كيلو من اللبن الحليب. أهم حاجة يكون اللبن كامل الدسم. هضيف عليه معلقة من الملح ومعلقة من الخل. طبعا احنا مش عايزينها يكون حادقة قوي، لانها طبعا دي جبنة اللي هي الايه جبنة التلاجة، فبتكونش ايه حادقة قوي. هضيف بقى ايه عليه على اللبن حوالي 4 معالق من النشا، 4 معالق كبار من معلقة الاكل اللي هي بالشكل ده. هرفع بقى ايه على النار وهقعد اقلب فيها كده ايه باستمرار. طبعا النار تكون وسط، ما تكونش النار عالية عشان ايه ما تتلسعش منك. هقعد اقلب فيها كده لحد ما القوام معانا يتقل بالشكل ده. هطفي بقى ايه عليها النار، وهيكون ايه مجهزة علبة او قالب. اهم حاجة يكون العلبة اللي هتحطي فيها تكون ضد السخونية. طبعا العلبة دي مش بلاستيك، دي العلبة دي ضد السخونية، يعني ايه يعني صحية. طبعا ما تعمليش في علبة بلاستيك. هسيبها الاول كده بره التلاجة كده لحد ما تبرد خالص. طبعا مش هنغطيها الا لما تبرد عشان ايه البخار ما ينزلش على وش الجبنه. كده خلاص بردت معانا. هبدا بقى اغطيها وادخلها التلاجة لتاني يوم. يعني مثلا انت هتعمليها من الصبح، هتقعد معاك من الصبح بالليل، من بالليل لتاني يوم الصبح، لحد ايه ما تجمد معانا بالشكل ده. هنقلبها وهنبدا بقى ايه نقطعها. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفه. هنقطعها بقى قطع بالشكل ده. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وما خدتش معانا وقت خالص في التحضير. وما شاء الله كيلو اللبن عمل لنا كيلو جبنة بالشكل ده. طبعا احنا لو هنشتريها من بره طبعا بتبقى سعرها غالي جدا، وطبعا مش هتبقى زي اللي انت عاملاها في البيت. طبعا دي مكونات طبيعية واضمن واوفر من الجاهزة بكتير. ما شاء الله معانا قطعة الجبنة متماسكة بالشكل ده في منتهى الجمال، تحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.